المشاهدين الأعزاء والأسر الكريمة أكيد عندهم وجهة نظر وعندهم حلول، لأنه كل مرة أصبحت الآن تتأجل المدارس. وأنا بعتقد أنه يعني منذ بداية هذه الحلقة وصلتنا أفكار جيدة جدا، يعني أتمنى أنه المسؤولين يسمعوها بعين الاعتبار، وكذلك هي ممكن تفيدنا جدا ووجهات نظر مختلفة. اتصال جديد، مرحبا. وعليك السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أخي الواسع، حياك الله وأسعد الله صباحك بكل خير. أسعد الله أوقاتك إن شاء الله يا رب. كمان منو معنا؟ والله معك بلة الصادق مضوي من الطائف المناقل الجزيرة. منو؟ بلة. مرحب بك يا بلة. مرحب بك يا بلة، الله يخليك. والله تاجر المدارس ده نحن في الغورة هنا في امتداد المناقل، والله يزعجني ازعاج شديد، لأنه هي عاصمتنا، عاصمة القومية التي تفخر بها، تتقفل مدارسها في الخريف. لماذا تتقفل؟ والله برجو من المسؤولين أن يكونوا جادين شديد في المدارس، لأن المدارس هي تبني بعقودات، ولأنه هي المدرسة يا جماعة لنا إذا كان صار فصل 60-70 تلميذ تكون دي كارثة علينا نحن قناة فضائية. والله لما نقول كارثة عجلت إنه في كل دولة إنه تجربين إن السودان فيه نقص. نحن النقص ده لازم نحن شنو؟ أي شيء بإمكان نسد، لأن هي العاصمة القومية والله يعني ما شاء الله، يعني الدخل بتاع العاصمة القومية ده والله ممكن يشيد والله. نعم. نعم. أنا شاكر لك جدا يا بلة، والله شاكر لاتصالك. أنتوا هناك المطر كيف معكم؟ والله المطر في الجزيرة هنا وفي المناقل وفي الطائف دي عندنا الزرع برضه ضرر بعض الزرع ضرات، لكن الحمد لله يعني كويسين جدا، ما كويسين. مدارسنا مواصلة، المدارس في الطائف مواصلة، رغم انه كده لكن مدارسنا كويسة يعني ما ماشينا. نعم والله. نعم. الله يكرمك، الله عبرك احيي كل الاهل بالطائف وكل يعرف الله المضي ولا كلام. نعم، أنا شاكر لاتصالك، شكرا يا بلة. وناخذ اتصال آخر. يمكن بلة تحدث وكويس إنه يعني الأرياف مدارسها واقفة كويس خالص والله. والعاصمة القومية بيوتها تتساقط، دي برضو نقطة الناس مفروض تتساءل يعني. على الأقل الناس الريف كويس، عرفوا يبنوا مدارسهم كويس وبصورة جيدة وبصورة قوية تصمد، ما إنه هناك الأراضي الزراعية، يعني الأراضي الزراعية دائما هي اللي بتسقط المباني. كل المباني اللي بتسقط دائما لانه الارض يقول لك زراعيه، ونحن عارفين من زمان يقول لك الارض لما تكون زراعيه بتشقق الحيط وبتشقق الفصول، ودائما بتكون يعني آيلة للسقوط. ناخذ اتصال اخر. الو مرحبا. الو السلام عليكم. السلام عليكم. مرحب بك، منو معنا؟ معك تجاني كوكا عبد الله من السعوديه. منو؟ عليكم السلام. تجاني كوكا عبد الله من السعوديه. تجاني بس عليك الله وطي صوت التلفزيون او ابعد منه نهائيا عشان نسمعك بوضوح. كيف الحال؟ بخير، تفضل. بالنسبه للموضوع الخطر ليس على المواطن. نعم. شوف المباني مفترض تكون المدارس مؤهله من بدري، حتى في الغور عندنا المباني الحكوميه تلقى القسم هي اكثر من المدرسه. نعم. تجاني اسمعنا عبر الهاتف وابعد عن التلفزيون يا ريت يعني عشان نسمعك بوضوح. واحدة من الحاجات المهمة جدا يا اخواننا، عشان ما نزعج حتى المشاهدين بيوطوا التلفزيون، وطوا التلفزيون يعني. اي شخص بيسمعني بمجرد ما يدخل معه الخط يبعد من التلفزيون نهائيا، او يسمعنا عبر الهاتف ويوطي صوت التلفزيون يعني. حكاية تكون بتسمعنا ودار تسمع روحك في التلفزيون دي مزعجة للآخرين قبل أي حاجة يعني. فأتمنى إنه الناس تتعامل مع الموضوع بشكل من الأشكال الجيدة جدا، في إنه نحاول نسمعك بوضوح. نحن عاوزين نسمع أفكار، عاوزين نسمع آراء الناس، عاوزين نسمع كل الحاجات اللي ممكن. ناخذ اتصال آخر. ألو مرحبا. اتصال جديد. عدد كبير جدا يمكن من المشاهدين، يمكن يعني زحمة في الخطوط شديدة، والكل يود أن يدلي بدلوه في هذا الموضوع الخاص بتأجيل الدراسة. الدراسة دي المرة الثانية تؤجل،
يمكن الحديث في النقطة دي. ناخذ اتصال. له مرحبا. الو. وعليكم السلام. وعليكم السلام. مرحب بك. الله يخليك. معاك نضال كامل منتشلة. معي منو؟ معاك نضال كامل منتشلة. انا والله ما سمعت كويس، انا ما اعرف يا معز الحاصل عليه شنو، سمعي بقى ثقيل. معاك نضال كامل منتشلة. نداء. نضال. نضال مرحب بك. الله يخليك. تسلم. كيف؟ نعم نضال، وجهة نظرك في الحديث اللي نحن بنتحدث فيه من قبل حول تأجيل الدراسة. يعني هو فعلا والله يعني الغلط اصلا فيه على الطعام والمواطن وهذا الغلط اصلا فيه يعني. نعم. ما مؤهل للطالب ولا. نعم. الو. ايوه معاك. كلمينا عن كسلة. كسلة كيف؟ والله كسل مرض شديد لكن ومرضي يعني البنى كويس وكده. يعني نازلين نزل الليله كانوا بالليل اسبوعين داخلين مستشفى. نعم. الدراسة كيف؟ المدارس كيف؟ المدارس غايته تكون برضه يعني البناء ما مؤهل شديد كده. يعني كويس غايته نظر شديد تكون برضه يعني نزل لحسن. نعم. أنا شاكر لك يا نضال، شاكر لك وشاكر لاتصالك، شكرا جزيلا لك. شكرا يا نضال. ناخذ اتصال آخر. عاوزين نسمع أكبر قدر من الأسر الكريمة وجهة نظرها في موضوع تأجيل المدارس. لو عندها مقترحات، لو عندها أفكار. الآن تقدم لنا أحد المتصلين باقتراح جيد، بيقول انه بيفتكر انه طالما الخريف يا اخواننا نحن ما قاعدين نكون مستعدين له ومدارسنا ما مستعده له، خلوا الاجازه اصلا تكون في الخريف. ودي وجهه نظره. وناخذ اتصال اخر. الو مرحبا. الو السلام عليكم. وعليكم السلام. معكم عناب محجوب خرطوم. معي منو؟ عناب محجوب. مرحب بك. أنا كنت متفق مع الأخ أبو عاقلة إنه المدارس أصلا يخلوها في الخريف الإجازة بتاعتها، وغير كده إنه المسؤولين المشكلة إنه كل خريف بيجي طلبة بتأجل. ليه كده لازم أما يجي فصل خريف ليه الإجازة اللي بأجزها لهم ليكون إنه الناس أصلا تصلح المدارس. الكلام ده بوجه المسؤولين إنه يصلح المدارس كل. فقدنا الاتصال، لكن وضح من كلامها انها هي رسالتها للمسؤولين بانه يعني المدارس تؤهل بشكل جيد يعني لاستقبال الخريف ولاستقبال غيره والصمود في مثل هذه المواقف. تأجيل الدراسة ده يعني زي ما قلنا معناها العام الدراسي أصبح ناقص. تأجيل الدراسة الآن يمكن اليومين ديل كمان بعوض شديد، حميات، نزلات، التهابات، حاجات كثيرة جدا تداخلت علينا في فصل الخريف. نحن ما عارفين انه المسؤولين ما جابوا المطره دي يعني هسه ممكن الناس يقولوا نحن ذنبنا شنو دي المطره، لكن كمان لازم يكون في استعداد للحاجات دي، استعداد للخريف بشكل جيد يعني خصوصا المدارس. طالما انا العام الدراسي بتاعي شغال في فتره الخريف فيبقى انه لازم يكون في استعداد. ويمكن في مقترح الان بيقول انه اذا اصلا مدارسنا ما جاهزه خلونا نخلي الاجازه في شنو؟ في الخريف. ده مقترح جاء من احد المتصلين. ناخذ اتصال جديد. ولا مرحبا. السلام عليكم. وعليكم السلام. معاك نوال. نوال مرحب بك. متصله من وين يا نوال؟ من الجزيره. الجزيره حبابك. موضوعكم كويس شديد. نعم. طيب انتوا كيف في الجزيره؟ والله العظيم مطر شديد. نعم ان شاء الله ربنا يجعله مطر خير وبركه يا رب. ان شاء الله. والله العظيم الترعه انكسرت والمدارس وقفت برضو نفس الحكايه. مدارس عندكم مدارس وقعت؟ والله العظيم المدارس منتهيه نهايه وطلابنا كلهم في المدارس ونص المعلمين ما في، نص الاستاذات ما بقى نشان المطر وإحنا طلابنا في المدرسه. انتوا في أي منطقه؟ احنا المنطقه اللعوت العوامره. العوامره؟ اللعوت العوامره. نعم. الترعه كسرت. والله الترعه انكسرت والفصل ملان. والله مش جايبين لنا طاقات عاقله منا ومن نفس الشيء. نعم. المدارس وقعت؟
والله وقعت والشمس داخله والفصل البرع ظاهر. نوال مصدقينك بدون حليفة يعني ما في مسؤولين، ما في. أين المسؤولين عن المدارس؟ نعم. أنا شاكر لك جدا يا نوال، شاكر لاتصالك، شاكر لوضوحك، شاكر لأنه طلعت صوتك، ويا ريت تكون في أذني بتسمع. مرة تانية يمكن نوال بتتكلم عن ترعة اتكسرت، وطبعا في الجزيرة يا اخواننا الترعة دي هي اللي بتسقي الحواشات، وهي هي شريان الحياة للأراضي الزراعية الموجودة هناك. والترعة دي كسرت ودخلت ورمت لهم شنو؟ مدارسهم. وبرضه معناها المدارس وهي بتسأل نداء مواطنة، بتسأل وين المسؤولين؟ وين المسؤولين من المدارس؟ سؤال مشروع يعني، من حقها تسأل ومن حقكم المسؤولين تجيبوا انتوا وين صحيح من الكلام ده. موجودين يا ربي، مشيتوا لناس نوال ديل في اللعوت العوامرة، شفتوا الحاصل عليهم شنو وغيره من بقية ناخذ اتصال آخر. له مرحبا. الو. وعليكم السلام. معك عوضية علي يوسف من المناقل. عوضية من المناقل، مرحبا بك يا عوضية. برنامجكم برنامج كويس جدا. الله يخليك يا عوضية. المناقل كيف؟ كلمينا عن المناقل والمطر واستعداد او العام الدراسي. والله المناقل ما شاء الله المدارس كويسة جدا، لكن احنا محترضين في الخرطوم العاصمة والحاجات اللي فيها. يعني مفروض المسؤولين دول يكونوا جاهزين من اي ناحية. المطر ده ما رحمة من الله صحيح، لكن المشكلة في المسؤولين. يعني الواحد هسه بيته تلقاه مكتمل صبا، لكن المدرسة دي من المفترض أنا مع رايحة قبل عاقلة الإجازة تكون في الخريف، لأن في الخريف ده طلبة دين أطفال في سميات في نزلات في غير يعجزوا للأمطار، بيعجزوا من الأمراض، ونكون ذات أولياء محتاجين لهم في الزراعة. وأنا الخرطوم دي والله للأسف زعلانة شديد من المسؤولين حقنا. يا أخي أنا عارفة الوالد بتاع البحر الأحمر اسمه إيه، لكن والد الخرطوم منه ما عارفة. نعم. لأن العيلة ده ما شاء الله بعد ما انتهى من المؤسسات بيبني للمساكين في بيوتهم. يعني مسؤولية الحكومة العاصمة دي وإحنا قاعدين نمضي راينا، لكن ما شغالين بيه. راينا ده إحنا بنديه لكن ما شغالين بينا. أنت قولي رأيك، ورايك يكون على العين والراس. أنا رأيي أنت رايك أهم، أنت مواطنة وأنت سودانية واحساسك جميل جدا. انا اشكر احساسك، انت سودانيه من حقك تتكلمي ومن حقك تقولي رايك، لو سمعوا ولا ما سمعوا انت من حقك تقولي. مواطنه سودانيه افضل من اي حاجه. المواطن السوداني اعلى مرتبه من المسؤول، لانه المسؤول جاء عشان يخدم المواطن. والله العوج ده كله من المسؤولين ومن الحكومه. حتى احنا اللجان دي لو كانت في القريه اي حاجه بتجي بينهبوها لروحهم، ما شغالين بيها، ما بيشتغلوا بقى في الحاجه المهمه. هسه الاغاثات الجات دي زي ما قال البشرى بعد فتره بنلقاها في السوق يبيعوا فيها. هسه الاغاثات الجات دي لو وزعوها مستعده تكفي السودان ده كله. الزول المسؤول لو ما كان عنده ضمير يقولوا زي ما قال المثل اهم العرب الضوء، ما بيقولوا للسو. وزي ما بقولوا الشي ضمير إنسانية. والله أنا غلطت الدورمان دي متكيفة لا شديد، المسؤول بتاعها بيتكلم بحرية. أنا بقعد في برنامج ده بعد ينتهي ما بميل من كلامه. أنا شاكر لك جدا. الناس بيشتغلوا بقناة الدورمان دي كانت أمرت. يا أخي إحنا بدينا نفتح قناة بالسودان أكثر من 100 قناة،
لأنه بيتكلموا لك كلام ذاتك أنت تحس إنه في زول مهتم بيك، في زول شغال بيك. ليه الحكومة دي بس شغالة بس بالإحسان في بيوتها وفي حفلات، الحفلة عاملينها في الخرطوم التذكرة ب40 وبهناك ما أصل المدرسة دي المفروض تكون عقودات كده، المفروض تنبني عقودات، المفروض أصل إحنا في الغورة مدارسنا شغالة. إيش معنى العاصمة حقتنا كل سنة غرقت غرقت غرقت؟ مدرستنا الحمد لله في قرية شغالة، إحنا بيوتنا من طين رعدنا من بدري. في كوغيلة قرية قدام المنازل مبنية عقد المدارس. الخرطوم دي معناه يعني في شنو؟ قاعدين بيسووا في شنو؟ والله احنا للاسف زعلانين شديد من العاصمه حقت الخرطوم. يا ريت نقول العاصمه لو سواء بالسودان. بالسودان في شنو زايد؟ الوالي زول فاهم، زول حاسب المسؤوليه، حاسب الناس انهم دارين شنو. لكن دير الواحد والله نص الوالي حق الخرطوم ما عارفه اسمه من الكتب ولا شكله بعرفه، لكن عارفه الوالي حق بالسودان رغم انها فتحت جديده. عارفه وعارفه اسمه. اتمنى لو اي زول في السودان يجيب والي زي والي بالسودان. انا شاكر لك جدا، شاكر لاحساسك، شكرا جزيلا، شاكر لحديثك. شكرا لك والله. قناتكم قناه الحريه قناه تمام، ويا ريت يا ريت السودان يتعمر نفسي بالسودان، الخرطوم تبقى نفسي بالسودان ان شاء الله. شكرا جزيلا لك. حقيقه مواطنة بسيطة جدا لكن قدمت دروس كبيرة. والله أنا حرصت على إنه ما أقاطعها في كلامها، لأنها تكلمت درر، لأنها قالت حاجات فعلا من دواخلها وبإحساس السوداني البسيط. سودانية زعلانة جدا بتقول على الخرطوم، من حقها، لأنها دي العاصمة، دي عاصمة السودان، دي وجهتنا، دي عاصمتنا القومية. إذا كان دي عاصمتنا القومية، المدارس فيها بتقع، الشوارع فيها أمر لا يطاق. أنا ما عاوز أعلق على حديثة، لكن بتمنى يكون كل المسؤولين سمعوا كلامه. بتمنى أي مسؤول يكون سمع قالت شنو وتكلمت عن شنو وبتعني شنو. دي سودانية محروقة على عاصمتها القومية، وإحساسها حقيقي ما فيه أي زيف، صراحة بتتكلم بدون زيف من جواه، بطيبتها وبحاجاتها وببساطتها وبكل صراحة. أنا والله أحييك من موجة أم درمان من الميكروفون إلى التلفزيون، أحييك لإحساسك بأنه العاصمة عاوزاه تكون خير العواصم. أحييك على إنك أنت تكلمتي عن إنه المدارس من المفترض يكون شكلها كيف وحاجاتها كيف. لو كلنا كان عندنا الغيرة على عاصمتنا القومية ده ما كان حصل. لو كل مسؤول كان بخد في باله اعتبار واحد إنه دي العاصمة القومية للسودان ده ما كان حصل. ده ما معناه إنه يكون على حساب الأرياف، لكن طالما جعلتها العاصمة القومية فيا أخي اهتم بها. واجهتك دي تحدثت عن مدن أخرى قفزت، تحدثت عن إحساسها بأحد الولاة لأنها شعرت بأشياء كمواطنة خلتها تقول الكلام ده. تكلمت عن الضمير، دي واحدة من الحاجات المهمة. الضمير لما يكون حي بريحك، والمسؤول لما يكون عنده ضمير بخفف عن نفسه يوم بيقابل فيه المولى عز وجل.
تكلمت عن نقطة مهمة جدا، تكلمت، ويمكن دي تساؤلات بالمناسبة أنا سمعتها أكثر من مرة. كل الشعب السوداني بيسأل عن الإغاثات اللي بتجي، المتضررين من السيول والفيضانات. في حديث كثيرة جدا سمعناه، وأنا الموضوع ده ناقشته في برنامجي عزيز السودان تحية واحتراما. لكن لو قلت لكم ده الزول الكم يتحدث عن إنه كمتضررين ما قاعدين يشوفوا الحاجات اللي بتجي من برا دي، أنا أتساءل كذلك. يعني أنا يخيل لي الناس فهماني كويس. خلونا نطلع نسمع أغنية ونجي راجعين.